في قلب الواحات المصرية بين سيوة والبحر الرملي الكبير بتتكون أغرب لوحتين طبيعتين في العالم، الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. الصحراء البيضاء محمية طبيعية فريدة في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. هناك هتحس إنك بتتمشى على سطح القمر، كل زاوية فيها لقطة، كل منظر هيبهرك بجمال بسيط. الصحراء البيضاء وايت ديزرت، اللون الأبيض جاي من الحجر الجيري الليمستون. المنطقة دي كانت زمان قاع بحر قديم من ملايين السنين، ولما البحر جف فضل الحجر الجيري اللي اتكون من بقايا كائنات بحرية صغيرة. بعد كده الرياح والرمال بدأت تنحت الصخور على مدار آلاف السنين، فظهرت التكوينات الغريبة اللي شبه القطر أو الحيوانات أو الجبال الصغيرة. عشان كده الصحراء كلها لونها أبيض لامع، خاصة وقت الشروق أو غروب الشمس، تحسها أرض قمرية. أما الصحراء السوداء بتبعد حوالي 50 كيلو متر قبل الفرافرة، وبتتميز بتلال بركانية مغطاة بحجر البازلت الأسود، كأنها رماد بركان سايب بصمته على الأرض. لأن المنطقة دي كانت زمان نشطة بركانية، يعني حصل فيها انفجارات بركانية قديمة جدا خلت الأرض تتغطى بطبقة من صخور البازلت الأسود ورماد بركاني. مع الوقت التلال البركانية الصغيرة فضلت زي ما هي وكونت المشهد اللي بنشوفه النهارده، جبال سودة فوق رمال صفراء، مزيج نادر وجمال مختلف تماما، فيها طاقة مختلفة، إحساس بالمغامرة والعظمة في نفس الوقت، خاصة وقت الغروب لما الشمس تلمس الجبال السوداء وتخليها تلمع بلون ذهبي غامق. الأنشطة السياحية هناك رحلات سفاري بالفور باي فور، التخييم تحت السماء وشعلة النار وسط النجوم، التصوير الفوتوغرافي والغروب اللي بيخطف الأنفاس، زيارة واحة الفرافرة والآبار الكبريتية، الإقامة تقدر تبات في كامبات يدوية وسط الطبيعة أو تختار فنادق صغيرة في الفرافرة. أفضل وقت للزيارة من أكتوبر لحد مارس لما الجو يكون معتدل والسماء صافية والمغامرة أريح. في الصحراء البيضاء والسوداء كل خطوة بتحكي قصة، وكل لحظة بتخليك تحس إنك رجعت لجمال الأرض الأول. قولنا بقى، كنت تعرف النقط السوداء والبيضاء اللي موجودين دول ولا إيه؟